بكم مشاهدينا الكرام، وبنكمل فقرات شباب واراء. مشرفانا دلوقتي اماني محمد، طالبه بليسانس اداب كليه باختصاص كليه الاداب قسم الاعلام جامعه بنها. برحب بيكي يا اماني وسعيده جدا بيكي معانا. طيب اماني، مشروعك اسمه نكران. نكران. الحقيقه اول ما بنبص على كلمه نكران كده، يعني هتدينا معاني كلها جحود، كلها عدم وفاء. ده اللي انت بقى، يعني انتوا فعلا قصدكم حاجه زي كده؟ النكران الجميل ما بين الاب وابن. ما بين ازاي بقى يا ابني؟ فهمينا بقى. هو محور الفيلم اصلا عن الزوجه. الزوجه اللي بتحرك شخصيه الابن اللي هو اصلا شخصيته ضعيفه. الام، الزوجه دي الام؟ الزوجه، لا، الزوجه زوجة الابن. زوجة الابن والاب، تمام. النكران هنا جاي من نكران الابن لباباه، اللي هو بعد ما نكران الابن لباباه من خلال وسيط الزوجه. الزوجه هي اللي بتأثر عليه، هي تمام. المحور الاساسي. احنا معانا البرومو ده يا اماني شغلكم. دي الزوجه، هي دي الزوجه، وده البطل بتاعنا الابن. وده الاب. هما الثلاث شخصيات محور الفيلم كله. الفيلم كله. ودي المحاميه، حلقه وصل في الاخر مهمه جدا للرساله اللي احنا عاملينها. تمام. طيب دي حاجه ايه اللي لفت نظركم تختاروا الموضوع ده يعني؟ هو في البدايه احنا كان عندنا افكار كتيره جدا، قعدنا حددناها مع بعض. احنا تيم 15 واحد، يعني 15 بنت وولد مع بعض. ولد واحد هو البطل. ولد واحد و14 بنت. دي عيب كليات الاعلام واقسام الاعلام كلها بنات. هو الولد الوحيد هو الولد الوحيد والبطل. مفيش يعني هنجيب منين؟ فاحنا لما اخترنا افكار كتير جدا، فالدكتور احنا طبعا لما بنختار الفكره احنا لازم احنا اللي نمثل، فلازم نختار حاجه نعرف احنا برضو نتكلم عنها ونعرف ان احنا نأديها زي ما احنا عاوزين. الدكتور قال لنا انا عايز حاجه عن اخلاق، عايز اطلع قيمه اخلاقيه تعالجوها انتوا بقى. فقعدنا ندور في الاخلاقيات، لقينا ان مشكله اجتماعيه فعلا، مشكله اللي هي حتى احنا ما اخترناش الام، لان الام ممكن تقدر تعول نفسها حتى لو عدى عليها مرحله. وكمان الام دي على طول بنشوفها في حاله انكسار، يعني على طول الام غلبانه كده. غير الاب مش بالساهل عليه ان هو ينكسر وما يلاقيش حد وحتى مش يعني انكسار وانت في ايدك تريحه، مش في ظروف فقر بقى ولا لا، ده هم مستواهم كويس جدا. هو عيب خلق ان هو ما زرعش في ابنه فكره الوفاء بالجميل، فبقى عنده نكران لجميل. هو احنا ما سلطناش بقى على التربيه، احنا سلطنا على الزوجه. احنا كان قصدنا ان احنا نطلعها. ما هو الابن ده كمان ما كانش هيبقى وشخصيته ضعيفه قدام زوجته، ضعيف وقدام والده، وجايبين غير لما تكون الزوجه متسلطه وجميله جدا وصعبه جدا. احنا منقيين واحده صاحبتنا عشان تأدي الدور كويس. هي فيلم صغنن بس صحيح، لكن فكره الحقيقه لا، دي قيمه مهمه قوي. فكره انه الابن ما رفضش سلوك زوجته ووافقها على انها ما فاقش غير في الاخر نكره لجميل والده عليه فعلا، وما فاقش غير في الاخر. وكمان يعني احنا ما ربطناها في حته انه ليه ساب، ليه وصلت باباك للمرحله دي. هو اصلا ايه بقى اللي حصل يعني لحد ما كده؟ يعني مش عايزين كل تفاصيل، لكن ايه اللي حصل باختصار؟ يعني؟ هو في مرات ابن وابن واب مرات ابن والابن والاب. بس هم دول الثلاث شخصيات والمحاميه. الاب هم هيبعتوه دار مسنين، وهم اصلا مش محتاجين الاب مش محتاج. بس مستواهم المادي، يعني الام مش موجوده. فاستفردوا بالاب هو لوحده. اصلا الام المفروض ان احنا ما جبناش سيرتها خالص، لا كانت موجوده ولا توفت ولا اي حاجه. الاب بقى هيكون في دار المسنين دون، ورجع يعيش مع ابنه وهو مش محتاجها. يعني هو مش محتاج هم معاهم فلوس يقدروا ان هم يهتموا بيه وكده. بس في الفيلم بقى طالع ان الزوجه هي اللي مأثره عليه، اللي قالت لابنها حتى لو هو حتى لو هو بيحاول يبقى كويس او مشاعره بتحركه حنان لوالده او حنين ليه او ذكريات، هي بتخش تأثر عليه تاني. فهو احنا كل ما يجي يحاول ان هو يبقى كويس تيجي زوجته تعمل حاجه، تيجي زوجته. فهو الموضوع كله كده. والمحاميه دورها ايه؟ هي اللي بتدي الرساله اللي الاب كتبها وهو خلاص بقى قبل ما يموت للابن. هو اللي قال لها ادي دي للمحاميه بتاعتي، اداها للممرضه. هو اصلا الفيلم كله فلاش باك، يعني شيء صعب جدا لكن مهم. طب فاق بقى الابن؟ فاق في الاخر.
احنا ما حطيناش حل المعالجه ليها بان هو يدمر او كده، احنا حطينا معالجه ليها ان يفوق الناس. احنا ما كانش قصدنا يا ترى كل بيت فيه مشكله زي دي يخلص من الزوجه، احنا كان قصدنا بس انت تبتدي تعامل باباك كويس. يعني حتى لو زوجتك هي كده ابتلاء من عند ربنا او هي مش كويسه، ما تحاولش برضو تدمر الاسره. انت تعامل باباك كويس زي ما انت مطلوب منك، من غير ما تدمر بيت او من غير ما يعني تدمر. حتى لو هي مش كويسه، حتى لو هي مش كويسه، انت المهم ان انت تعمل اللي ربنا قال لك عليه مع باباك. زوجتك بقى كويسه، زوجتك مش كويسه، اختيارك طلع غلط، ما تدمرش بيتك. اقول لك على حاجه، الحقيقه انا شايفه برضو ان لو الزوجه مرات الابن الحقيقه عندها نكران للجميل الاب على ابنه، يبقى ليها عندها نكران لاي جميل جوزها يعمله معاها اللي هو الابن. فبالتالي يعني فعلا يدمر الاسره يعني ويسيبها تماما، لانه احنا ما صعب رضيناش جدا نحط ان حل تبقى زي في ده مرات على اساس الابن ان عندها نكران لاب ربى ابنه سنوات طويله جدا، هو اللي وفي خلاه الاخر لها راجل. يتزوجوا ويجيب لها بيت ويجيب لها عفش ويجيب لها كل حاجه، وفي الاخر بتحرضه بتنسى على والده. فعلا. فاللي هتحرضه على والده مش بعيد انها تحرضه ابدا يعني بس تتحرض في يوم من احنا الايام ابنائها على الزوج ده يعني. احنا ما رضيناش نوجه الرساله كده يعني، ووجهناها على ان بس عامل باباك كويس. يعني الحقيقه عارفه كل واحد بيزرع حاجه في الاخر الحقيقه بيلاقيها، دي قيمه مهمه انكم تفكروا فيها الحقيقه يا هو امان. كان اهم حاجه ايه عندنا اللي يبقى في شجعكم؟ قيمة. هل في حد عنده تجربه شخصيه او حاجه زي كده مر بحاجه شاف التجربه دي في حياته، ولا هو ده بس مجرد هي تفكيركم ان فكره دي البطل، حاجه هو البطل اللي عامل البطل الفيلم مين هي اسمه؟ انطونيوس توني. توني توني ده زميلكم. الولد الوحيد. هو الفكره بتاعته، هو اللي جاب الفكره وعرضها علينا في شافها جروب قبل كده توني ولا متعرفيش؟ لا هو جابها فكريا يعني، بعتها لنا كتابه عادي على دي. الواتساب، قال لنا انا عايز اعمل الفكره دي، غيرنا فيها كتير جدا. ده هي كانت اولها بس ان هو بينكر الجميل، بيسيب باباه بيوديه دار مسنين. احنا غيرنا فيها بقى في المعالجه، غيرنا فيها في طريقه العرض، في الاخراج، في الاماكن. بس الحمد لله كانت في حاجات كتير متيسره الا دور الاب. كان عندنا مشكله في ان احنا واضح ان معاكم دور الاب. مين ده بقى؟ مفاجاه بقى، ده ابو واحده صاحبتنا. وجاي يمثل معاكم وموافق ان هو يمثل وكان معاكم؟ متحمس جدا. والاماكن كمان في مكان منهم في المقابر اللي هو فلاش باك، المقابر بتاعته، يعني هو اللي سهل لنا الدخول يعني احنا تقريبا الفيلم كله قام عليه بصراحه يعني. ربنا والد يديله فاطمه الصحة صاحبتنا يعني وان شاء الله يوفق فاطمة وتبقى ان شاء الله يعني. ما هو عمل معاها مجهود وشارك معاها بالتمثيل، عمره هو مثل قبل كده؟ لا هو ووداكوا فجأة اماكن عرف الدور بصريح؟ وتحمس ليه. احنا ما كناش لاقيين حد، مش عارفين مين يمثل الدور ده، لان محتاجين حد وكان كبير. بيحضر معانا البروفات يعني، مش بس جه في الاخر، لا كان بيضيع وقت في البروفات ويحضر معانا وفي الاخر بقى عمل معانا الفيلم. ربنا يديله تصوير الصحة كامل. ان شاء الله، يوفقكم كلكم يا اماني. امين اكيد يا انتوا رب. تعبتوا يعني في المشروع، لسه المشروع ما اتعملش مهرجان المشروعات، لكن انتوا حابين ان شاء الله تحققوا بيه مركز ان في شاء كلية. الله نفسنا نشارك بيه، لان احنا بنلعب على العاطفه وعلى حته قيمه حتى لو هي متكرره وموجوده، بس بالعكس. معالجه مختلفه بطريقه الفيلم بتاعنا، فاحنا نفسنا نشارك بيه يعني، هنشارك بيه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه الصعوبات اللي واجهتكم وايه الحاجات الحلوه اللي تفتكريها عن الفيلم ده؟ الحاجات الحلوه، كل حاجه حلوه فيها كتعامل يعني، كاننا اتعاملنا. اولا التيم بتاعي كله نصهم متعرف عليهم في سنه رابعه. الدكتور كان بيخلينا، كانت بتحصل مشاكل كتير، كان بنختلف بنعمل، بس بنتعلم في الاول وفي الاخر بنتعلم. هي احلى حاجه فينا الذكريات بتاعتنا. اصعب حاجه بقى ان انت اول مره بتتعاملي مع ناس قويه يعني. بيبقى مواعيدك بقى ثابته، لو مثلا بنأجر معدات بيبقى ليه مواعيد ثابته. طبعا بتبقي قرار هتاخديه لوحدك. بتحتكوا بسوق العمل كده بشكل كبير يا امين؟ احتكينا جامد، وبقينا القرارات بتاعتنا وقتها كمان صعب. بتحددي ميعاد تصوير، بتحصل مشكله. حصلت مشكله، مشاكل كتير جدا يوم التصوير. حتى اللي كانوا معانا بالمعدات كانوا بيقولوا لنا ان اهم حاجه ان انتوا تعرفوا تعدوا المشكله، انتوا كده كده هتقابلوا مشاكل بس تعرفوا تتغلبوا وما توقفوش اليوم. غير ان كنا بنسهر بالليل كلنا كنا بنتاخر رايحين فين، رايحين المشروع، جايين منين، جايين من المشروع. تعبنا يعني بصراحه اخد في منكم وقت قد المشروع ايه يا ده. امين؟ من اول الترم التاني. قعدتوا ترم كام؟ 3 شهور تقريبا؟ افكار وكل حاجه، ما بدأناش فيه من الترم الاول. التصوير كان يوم واحد؟ يوم واحد، عشان عندنا 2 داخلي وواحد خارجي. يعني 2 في بيت ومستشفى وواحد في المقابر. فكان مسموح لنا ان احنا نعمله في يوم واحد. انما اصحابنا طبعا، او لو كانت مشاهدنا كتير خارجي كنا اضطرينا طبعا هنختار النهار، فنهار يوم نهار يوم نهار يوم كده. انما احنا الحمد لله ربنا وفقنا وكان يوم واحد.
كان يوم واحد. طيب راضيه عن ادائكم الحمد لله بعد ما طلع بقى الفيلم؟ الحمد لله الحمد لله. اللحظه اللي منتجتوا فيها الفيلم اخد وقت مونتاج قد ايه؟ 3 مرات، 3 مرات، كل مره كل يوم كان ب6 7 ساعات. كان بيقعد معانا وقت جامد، لان وكل ما بتعرضي الفيلم بعد ما بتمنتجيه نوريه لبعض او للدكتور، كان كل واحد يطلع بوجهة نظر ورأي. وانت مش عارفه، انت خايفه تطلعي حاجه حتى لو انت مقتنعه بيها، ما هو ابداع شخصي، انت مش مرتبطه بقوانين، ده بالذات ده مونتاج، فانت برضو عايزه تطلعي حاجه كويسه، ده تعبك. خايفه تضيعي مجهود البطل، ما هو البطل مثل، خايفه تطلعي البطله مش بالاحساس اللي انت عاوزاه، خايفه التصوير ما يبقاش زي ما انت عاوزه. فالمونتاج ده خد معانا مراحل تعديل كتير جدا. يمكن اصعب حاجه في الاخر بقى المونتاج. كنا فاكرين التصوير ده خلاص خلصنا، قعدنا في المونتاج رحله تانية بقى المونتاج. طبعا المونتاج بياخد وقت طويل. اتعلمتوا حاجه يا نقدر نقول يا اماني؟ اتعلمنا المواعيد، ان نحترم مواعيد المواعيد نحترمها جدا. وتعلمنا ان احنا لازم حتى لو في مشكله وعصبيه ونرفزه لازم يبقى فيه هدوء في التعامل، او نستحمل بعض. يعني. نستحمل بعض، لان احنا كنا بنتوتر على بعض جامد. نقدر بعض لان في ظروف طارئه بتحصل، ما يعني طبعا. كل واحد مضغوط فغصب عنه بيحمل على التاني، اتعلمنا ان احنا نستحمل بعض. اتعلمنا بقى حاجات في التقنيات بقى، ان انت لما بتروحي تصوري بتشوفي الكاميرا بتشتغل ازاي، لما بتيجي تمنتجي بتعرفي عيبك كان ايه، يا ترى انا اصور الظهر احسن، اصور لا بالليل، لا لو اجيب زاويه من هنا زاويه من هنا. كل اللي احنا بقى خدناه بقى نظري طول السنه كمل معانا بقى في ال3 شهور دول، عملناه كله عملناه. تمام. طيب مين اختار اسم نكران؟ كلكم مع بعض ولا حد؟ لا، واحده صاحبتنا اسمها رانيا، هي اللي قالت اسم نكران وقالت لنا ترجموه انتوا، يعني حولوه للغه تانية او اللي يعجبكم، بس الفيلم الاسم ده انا بقترحه. احنا اجتمعنا كتير على الاسم ده، فقعدنا مع بعض كده قلنا نكران نكران نكران. احنا ما لقيناش وقت نختار اسم تاني وسيبت اسم نكران عليه. تمام. طيب انت شخصيا كان دورك ايه بالظبط يا اماني؟ يعني كان في توزيع للاعمال ولا كلكم بتعملوا نفس الادوار؟ لا، ده اصلا الفيلم فيه ادوار كتير جدا. انا كنت التيم ليدر. ده التيم ليدر ده انت الليدر بتاعهم. المواعيد اتصل عليهم، هتيجوا النهارده هنتجمع في، انت هتعملي كذا، انت خلصتي ده، انت عملتي ده. والمونتاج كنت في الاخر في المونتاج انا ويمنى جمال صاحبتي. والاضاءه برضه. الباقي بقى كان فيه طبعا تصوير، كان فيه راكور، كان فيه ستايليست، كان فيه ديكور، كل حاجه احنا اللي عاملينها. حتى البيت الديكور بيت واحده صاحبتنا مستواه عالي طبعا، لان هم في الفيلم اصلا ابطال مستواهم عالي. بدات بقى صحيت من بدري، ظبطت الدنيا، عملت البيت، الترابيزه دي هنا، الكرسي ده هنا. حتى ابن اخوها هو اللي كان البطل وهو صغير، احنا استغلينا بعض اسوأ استغلال. كل حاجه خدتوها، كل حاجه من بعض، كل حاجه جدا يعني. تمام. طيب انت المهام اللي انت كنت بتعمليها دي الحمد لله حاسه ان انت عملتيها كويس وحاسه انها طلعت على الفيلم؟ حبيتها، حتى بقيت ادور بعد كده في الشغل، عايزه حاجات زي كده، عايزه تنظيم، علاقات، عايزه اتفق. مين اللي عايز يتظبط؟ انا عايزه اتفق. لان اصلا الموضوع كله اتلخص في ان انا في علاقتي معاهم يعني بزعق واعمل، بس ما بيزعلوش مني، فاختاروا كده بقى يعني. خليكي انت التيم ليدر على اساس ان احنا ايه واخدين على بعض، لان مش اول مره نتجمع في عمل جماعي، احنا من اول السنه، من اول اولى وثانيه وثالثه، وابحاث استبيانات حاجات جماعي مع بعض، فمتعودين على كده. تمام. ربنا يوفقكم ان شاء الله يا اماني. احنا سعداء جدا بشغلكم واختياركم الموضوع اختيار متميز جدا، ونتمنى ان شاء الله تحققوا مركز باذن الله في المهرجان. ايه رساله توجهيها كل زمايلك اللي شايفينك دلوقتي اللي داخلين على مشروعات التخرج باذن الله السنه الجايه ان شاء الله سنه رابعه مثلا، المفروض يهتموا بايه او يلتزموا بايه عشان باذن الله المشروع يبقى كويس؟ هو اهم حاجه اتعلمي او اتعلم، حاول تشتغل بايدك، ما تحاولش دايما تجيب ناس تعمل لك، لان انت حتى سي مثلا جبت احسن ناس في كل حاجه وطلعت مركز اول، اما تيجي تشتغل مش هتعرف تشتغل بالحاجه اللي انت عملتها على قد ما الحاجه اللي انت استفدتها. ويعني تحاولوا دايما تختاروا كويس، كفكره كويسه، كعمل كويس، لان دي حاجه العمر زي ما بيقولوا. صحيح. كل الشكر ليكي يا اماني، ونتمنى كل التوفيق والف مبروك مره ثانيه ان شاء الله مقدمه التخرج ومشروع التخرج باذن الله. اشكرك جدا وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. فاصل سريع وبعد الفاصل بنكمل شباب واراء.